السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب ثالثة ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس مريم خالد مدرسة التاريخ. النهارده بإذن الله أولى محاضراتنا في المنهج، ربنا يجعلها سنة ميسرة وسهلة عليكم. إن شاء الله هننزل منهجنا على اليوتيوب، وعشان تقدر تتابع معانا هتلاقي لينك الجروب بتاع التليجرام في أول كومنت اللي هينزل عليه الملازم وكل الامتحانات وكل جديد هتلاقوه إن شاء الله بإذن الله على جروب التليجرام. جهز قهوتك وتعالى عشان هنلم الفصل الأول في شوال، وهنحكي حكاية بدايتها النهاردة بعنوان تاريخ مصر والعرب الحديث والمعاصر. بسم الله توكلنا على الله. عندي الفصل الأول بيتكلم على الحملة الفرنسية على مصر والشام. طيب حكايتنا بتبدأ من أول الظروف اللي سبقت الحملة الفرنسية على مصر. في ظروف حصلت في أوروبا ترتب عليها إن فرنسا جت بالحملة الفرنسية على مصر. طيب أنا عندي أصلا أوروبا كانت بتمر بفترة اسمها عصور الظلام. يعني أنا عندي أوروبا اللي احنا شايفينها متحضرة متقدمة دلوقتي، جه عليها وقت كان ساد فيه الخرافات، الجهل، ورجال الدين هم اللي كانوا ماسكين الدنيا. بعد كده أوروبا حصل فيها نهضة غيرت وقلبت موازين أوروبا كلها، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. طيب ايه التغيرات اللي حصلت في اوروبا بعد النهضه اللي قلبت موازين اوروبا دي؟ اول حاجه عندي قيام الدول القوميه. ايه الدول القوميه ديت؟ انا عندي اوروبا اساسا كانت عباره عن امبراطوريات. امبراطوريه يعني امبراطور وتحتيه عدد من البلدان، ممكن يكونوا مختلفين في اللون، في اللغه، في العادات والتقاليد، خليط من الناس ومن البلدان، مش متفقين كلهم على حاجه واحده. هنا طلعت فكره بتقول ليه ما نعملش دول قوميه؟ دول قوميه جايه من كلمه قوم. طيب القوم دول هيكونوا متشابهين يا في اللغه يا في العادات والتقاليد يا في اللون مثلا. فطلع ساعتها عندي فرنسا، انجلترا، هولندا مثلا. يبقى انا عندي هنا ايه؟ فرنسا للفرنسيين، الناس بتقعد تتكلم فرنساوي، يبقى احنا كلنا في دوله واحده بنتكلم نفس اللغه. كذلك انجلترا بنتكلم انجليزي، وهكذا. يعني كل دوله تكون متشابهه في حاجه، سواء عادات او تقاليد او لغه زي ما قلنا. تاني حاجه من التطورات والتغيرات اللي حصلت في اوروبا كانت انتهاء الاقطاع لتحل محله الرأسمالية. الاقطاع دوت عباره عن نظام جائر وظالم. ليه؟ الأراضي الزراعية بكل مساحاتها الشاسعة بيمسكها عبارة عن 5 6 اللي بنسميهم الأمراء الإقطاعيين. فده ظلم، لأن طبعا كل الأراضي الزراعية بمساحاتها الشاسعة في إيد قلة قليلة وباقي الشعب معهوش حاجة. فهم قالوا إحنا نلغي نظام الإقطاع ده خالص ويجي مكانه الرأسمالية التجارية. الرأسمالية جاية من كلمة رأس المال، رأس المال وبتاجر بيه، سواء بقى في الزراعة في الصناعة، بشغله ويطلع لي الربح بتاعه. من التطورات اللي قلبت موازين أوروبا كانت الثورة الصناعية. إيه هي الثورة الصناعية؟ قيام الثورة الصناعية دي عبارة عن إيه؟ الثورة الصناعية إن أنا استبدلت الأيدي العاملة بآلات المصانع. إن بدل ما الصانع مثلا اللي بيصنع السجاد قاعد بيعمل في السجادة بقاله أسبوع، ندخل المواد الخام المصنع تطلع لي في الأسبوع 10 سجاجيد، بدل ما سجادة واحدة في الأسبوع تطلع لي 10 سجاجيد. كده أنا قللت الجهد وكترت الإنتاج بدل ما أنا شغال بإيديا. طيب دلوقتي النظام في أوروبا بقى ماشي إزاي كلها؟ كل الدول الأوروبية بتاخد المواد الخام اللي عندها، سواء بقى فرنسا، إنجلترا، بتاخد المواد الخام بتدخلها المصانع تطلعها لي منتجات تنزل في الأسواق. كل الدول الأوروبية بتستغل المواد الخام اللي عندها توديها المصانع تطلع منتجات تنزل في السوق. طيب دلوقتي كل الدول الأوروبية عملت كده والأسواق كلها اتغرقت بالمنتجات. بدأوا يفكروا احنا خلاص اكتفينا من خدنا المواد الخام اللي في الأرض بتاعتنا وعملنا بيها منتجات والأسواق كلها بقت تمام. فمن هنا بدأوا إن هم يفكروا عن البحث عن المستعمرات خارج أوروبا. الموضوع ده كان مهم جدا بالنسبة لهم. ليه؟ عندي هو عايز يدور على مكان تاني ياخد منه المادة الخام
ويبعتها في اوروبا للمصانع تطلع منتجات وهينزلها في الاسواق بتاعه المستعمره. يعني هو دوت طبعا نوع من الظلم، لان هو بياخد الماده الخام بتاعه المستعمره اللي هو بيحتلها وبيبعتها للمصانع في اوروبا تنزل في الاسواق بتاعه المستعمرات. طيب الموضوع ده خلى في تنافس استعماري بين الدول الاوروبيه. يعني مثلا عندي فرنسا، انجلترا، هولندا، دول يعتبر كانوا اكتر 3 على الساحه بيتنافسوا على المستعمرات. كل دوله بتحاول ان هي المستعمره بتاعتها تبقى اكبر، لان كانت بتقاس قوه الدوله بكبر مستعمرتها. فكل دوله كانت بتتنافس ان هي يبقى معاها مستعمره اكبر وفيها عدد من الاراضي اكتر وجامعه بلاد اكتر، طبعا علشان تفرض النفوذ والسياده على الشرق والعالم الجديد اللي هم الامريكتين. طيب كده احنا هم بيتخانقوا على المستعمرات، في خناقه تانية كانوا بيتخانقوا على طرق التجاره اللي بتربط اوروبا بالشرق. طيب ايه هي طرق التجاره؟ طرق التجاره ساعتها كان في طريقين رئيسيين. طريق اللي هو رأس الرجاء الصالح، وده ان هو ينزل من اوروبا يلف حوالين قاره افريقيا كلها عشان ينزل تحت للشرق للمستعمرات بتاعته. طيب في طريق تاني مختصر اللي هو مصر، ينزل كده هو من اوروبا دايركت على مصر ينزل للمستعمرات بتاعته. فانا عندي تنافس على المستعمرات، عندي خناقه على الطرق التجاريه. الحمله الفرنسيه لما جت تحتل مصر دي ما كانتش المره الاولى قررت فيها فرنسا انها تبعت حمله فرنسيه تحتل مصر. حصل قبل كده 4 مرات، المحاوله الرابعه هي المحاوله الوحيده اللي نجحت، اللي هي كانت بقياده نابليون. يعني عندي المحاوله الاولى كانت في حكم لويس ال14. طيب لويس ال14 هدفه كان ايه؟ قال لك ضرب التجاره الهولنديه في الهند اللي بتمر عن مصر. احنا قلنا مصر دي عباره عن طريق مختصر بدل طريق رأس الرجاء الصالح اللي هم بيلفوا حوالين قاره افريقيا كلها. طيب ليه هو عايز يضرب التجاره الهولنديه؟ احنا قلنا في تنافس بين الدول الاوروبيه على المستعمرات، فهو كان ساعتها التجاره الهولنديه هي التجاره الاكثر قوه في الوقت ده. فكانت فرنسا عايزه تحتل مصر عشان تروح ضربه التجاره بتاعه هولندا. طيب عندي المحاوله الثانيه عندي كانت في حكم لويس ال15. طيب هدفه ايه لويس ال15؟ لويس ال15 كان راجل دبلوماسي، قال لك احنا مش هنبعت حمله عسكريه نحتل بيها ونخش بالجيش والاسلحه بتاعتنا، احنا هنطلب من السلطان العثماني ان هو يتنازل لي عن مصر. طبعا ده طلب غير منطقي وفعلا السلطان العثماني ما وافقش. يبقى انا عندي كده المحاوله الاولى فشلت، المحاوله الثانيه فشلت، عندي المحاوله الثالثه كانت في حكم لويس ال16. طيب هدفه ايه لويس ال16؟ هدفه يسهل تجاره فرنسا مع شرق اسيا عن طريق مصر، اللي هي قلنا انها طريق مختصر بدلا من الدوران حول افريقيا. بقى كل واحد كان ليه هدف من ان هو يحتل مصر. طيب المحاوله الثالثه كذلك فشلت. عندي المحاوله الرابعه والاخيره اللي هي كانت بقياده نابليون، دي اللي نجحت كانت في عصر حكومه الاداره اللي هي حكومه الثوره الفرنسيه اللي هناخدها بعد شويه بالتفصيل. طيب هدفها ايه؟ زي بقيه المحاولات هدفها هو تامين تجارتها من خطر المماليك وتهديد مصالح انجلترا في الهند اللي هي اكبر مستعمرات انجلترا في الشرق. يبقى انا عندي الحمله اللي كانت بقياده نابليون كان برضو عايز يسهل تجاره فرنسا تحت مع المستعمرات في الشرق عن طريق مصر اللي هي الطريق المختصر، وكان عايز يهدد مصالح انجلترا. الهند ديت كانت اكبر واهم مستعمره انجليزيه، عشان كده هو كان عايز يضربها لانجلترا. طيب بعد كده هننتقل لايه؟ بعد كده هنتكلم على الثوره الفرنسيه. الثوره الفرنسيه ليه قامت وليه فجاه الشعب قال ان احنا هنقوم ثوره وهنغير النظام بتاعنا ونظام الحكم والدنيا بتاعتنا؟ الثوره الفرنسيه قام بيها طبقه اجتماعيه، دي كانت اول ثوره اجتماعيه في اوروبا اللي قام بيها ابناء الطبقه الوسطى بالتحالف مع الطبقه العامه. الطبقتين مع بعض بسميهم الطبقه البرجوازيه، عشان لو جات لي في الاخطر
جاب لي الطبقه البرجوازيه، هتقول لي انا ما خدتهاش في المنهج. هقول لك الطبقه البرجوازيه هي الطبقه الوسطى زائد الطبقه العامه. طيب ليه عملنا ثوره فرنسيه؟ الحكم في اوروبا كان ملكي، وكان طبعا في النظام الاقطاعي اللي احنا شرحناه فوق. النظام الملكي دوت اللي هو ملك بيحكم وبعد كده يجي ابنه ويتوارث الاسره كلها. قال لك ده ظلم ان احنا يحكمنا اسره واحده تفضل تتسلسل، احنا نعمل نظام جمهوري اللي هو احنا اللي نختار الحاكم بتاعنا عن طريق الانتخاب والترشيح. يبقى انا عندي من نتائج الثوره الفرنسيه قضينا على النظام الملكي الاقطاعي، اعلنا الجمهوريه. مش بس كده، اعدمنا الملك لويس ال16 اللي كان ماسك فرنسا في الوقت ده. ملوك اوروبا خدوا خبر باللي عملته فرنسا، وان هي لغت النظام الملكي الاقطاعي وان هي اعلنت الجمهوريه واعدمت الملك لويس ال16. ملوك اوروبا في الوقت ده ادركوا خطوره الثوره. ليه ادركوا خطوره الثوره؟ لان النظام كله في اوروبا ملكي. معنى ان دوله تلغي النظام الملكي وتعلن الجمهوري وتعدم الملك بتاعها، يبقى الدور جاي على باقي الدول الاوروبيه، وافكار الثوره الفرنسيه هتبدا تتسرب لباقي اوروبا. فتحالفوا ضد فرنسا. اول واحده كانت بتمثل عنصر مهم قوي هي انجلترا، لان دايما بعد كده النزاع هيبقى واضح قوي بين فرنسا وانجلترا. طيب تحالفوا ضد فرنسا ليه؟ قال لك عشان نقضي على الثوره الفرنسيه، المبادئ بتاعتها ما تتسربش خارج حدود فرنسا، نرجع تاني الملكيه لفرنسا، ترجع حكم ملكي زيها زينا. عشان كده شنوا حروب على فرنسا، انتهت بان فرنسا انتصرت على كل الدول الاوروبيه ما عدا دوله واحده اللي هي انجلترا، زي ما هنشوف دلوقتي. هنا هيبدا يقرب لي الصوره ويقول لي العوامل اللي حصلت وخلاص كانت التكه الاخيره اللي خلت فرنسا تاخد القرار ان هي تيجي بحمله على مصر. اول حاجه عندي التنافس الاستعماري اللي بين انجلترا وفرنسا. زي ما شفنا الموقف العدائي اللي اتخذته دول اوروبا ضد الثوره الفرنسيه، وده خلى فيه تحالف ضد فرنسا بقياده انجلترا. فرنسا انتصرت على كل الدول ما عدا انجلترا. ليه؟ او بما تفسر هنا ليه فرنسا ما قدرتش تنتصر على انجلترا زي ما انتصرت على باقي الدول الاوروبيه. انجلترا بلد بتتمتع بموقع جغرافي منعزل، اسطولها قوي جدا مقارنه بالاسطول الفرنسي اللي مش هياخد غلوه في ايد الاسطول الانجليزي. علشان كده فرنسا فكرت في حاجه تانية خالص، ان هي توجه ضربه عسكريه لانجلترا بدل عقر دارها هتديها لها خارج اراضيها. طيب فين؟ بارسال حمله لغزو مصر. وبقول لك للمره المليون الطريق المختصر، هضرب انجلترا في مصر اللي هي الطريق المختصر اللي بتنزل بيه من اوروبا عشان توصل للمستعمره بتاعتها تحت اللي هي الهند. طيب ليه هروح احتل مصر؟ عشان اهدد مصالح انجلترا واهدم، او اللي هي تقويض، اهدم امبراطوريتها واحط مكانها امبراطوريه فرنسيه، لان انا عندي تنافس استعماري. طيب ايه تاني انا هستفيد ايه كفرنسا؟ تسهيل مرور التجاره الفرنسيه الى الشرق عبر مصر، طريق المختصر، وهأمنها من خطر المماليك، لان المماليك كانوا بيعكسوا التجاره وهي بتعدي من مصر. قلنا بدل طريق رأس الرجاء الصالح اللي بيسيطر عليه الاسطول الانجليزي. طيب انا كده يعتبر الصوره وضحت قدامي شويه في اوروبا، فرنسا وانجلترا والدول الاوروبيه. ابدا اشوف المجتمع المصري هنا احواله عامله ازاي، زي ما شفت الصوره هناك في اوروبا، عشان اقدر ان انا اقارن واقدر اعرف الفرق بين الاثنين، عشان افهم تطور الاحداث وازاي قاوم المصريين الاحتلال الفرنسي وصاروا عليه من اول ما دخل لغايه ما خرج من مصر. عندي هنا سؤال علشان تصحصح، بيقول لي تعددت محاولات فرنسا للاستيلاء على مصر في العصر الحديث لتحقيق هدف رئيسي تمثل في ايه؟ يعني هو هنا بيقول لي كل محاولات فرنسا المتعدده الاربع محاولات كان في هدف رئيسي موحد في الاربع محاولات. ايه هو الهدف الرئيسي ده؟ والاجابه هنا عندي ان هو عايز يعرف ايه الهدف الرئيسي.
بيقول لي اول حاجه احكام السيطره على كل الطرق الملاحيه، الحفاظ على مصالحها الاقتصاديه، تحطيم نفوذ عدوتها انجلترا، ولا تقويض الدوله العثمانيه. عندي الاجابه هتبقى ب، الحفاظ على مصالحها الاقتصاديه. ليه؟ المحاوله الاولى، المحاوله الثانيه، الثالثه، الرابعه، كلهم عايزين يسهلوا تجاره فرنسا للشرق، سواء بقى كان معاها ان انا اضرب تجاره هولندا او اضرب تجاره انجلترا، لكن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على مصالح فرنسا الاقتصاديه. تمام؟ انا عندي الاجابه ب، لان فرنسا هدفت في كل محاولاتها لتسهيل وتامين تجارتها في الشرق. طيب ابدا اخد احوال المجتمع المصري، اشوف المجتمع المصري هنا كان عايش ازاي، زي ما شفت المجتمع الاوروبي. طيب هنشوف الاحوال الاقتصاديه، الاجتماعيه، السياسيه، الدنيا هنا عامله ايه. في كل الاحوال احنا هنتفق على حاجه واحده، ان الحكم العثماني كان كل حاجه من دول كانت متدهوره. سياسه بقى، الاحوال الاجتماعيه، الاقتصاديه، هنبدا نمسك واحده واحده نشوف الدنيا كانت هنا في مصر خربانه ازاي تحت ظل الحكم العثماني. طيب عندي بالنسبه للحاله الاقتصاديه، الحكم العثماني كان شغال بنظامين، حاجه اسمها نظام الانتفاع وحاجه اسمها نظام الالتزام. نظام الانتفاع دوت اللي هو ان كان بيخص ملكيه الارض الزراعيه، وهو حق الانتفاع. الارض كلها ملك للسلطان العثماني، الفلاح او المصري او المواطن ما بيملكش اراضي، الدوله كلها مملوكه للسلطان العثماني. طب الفلاح هو بس بيزرع الارض بامر من الدوله والحساب الدوله، وبينتفع بعد ما بيسدد اللي بتقرره الدوله عليه من ضرائب. يعني الفلاح مجرد منتفع وليس له حق التصرف في الارض، ملوش اي ملكيه، ما يملكش اي حاجه في الارض. يعني عندي الفلاح بعد ما بيسدد الضرائب اللي على الارض بيبقى له حاجه بسيطه يعيش هو واسرته حياه فقيره ما تكفيهوش. طيب عندي بعد كده النظام الثاني اللي هو كان نظام جمع الضرائب. يعني السلطان العثماني بيجمع الضرائب ازاي؟ من خلال حاجه اسمها نظام الالتزام. ده نظام مالي وضعته الدوله العثمانيه عشان تقدر تلم الضرائب. من خلال ايه؟ من خلال ملتزمين. يعني انا عندي ملتزم واحد هيلم من الخمس ست قرى دول، ملتزم اتنين هيلم الخمس ست قرى التانيين دول. طيب الملتزم كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل حركه تعبت الفلاح قوي، ان هو كان لو هيدي للخزينه بتاعه الدوله، يعني مثلا هو هيلم الضرايب من الخمس ست قرى دول هيلمها 1000 جنيه، هو كان يروح يدي ال1000 جنيه ديت للخزنه. طيب يجي بقى يلمها من الفلاحين، يلمها 1500. ليه بيلمها 1500؟ عشان يطلع له في الآخر فائض مالي اللي هم ال500 جنيه. لأن هو لما ادى الدولة العثمانية ال1000 جنيه هو عايز يرجع طبعا يلم يعني بزيادة، لأن مش هيبقى عمل حاجة لو هو لمها هي ال1000. دي حاجة كانت بتسمى الإتاوات، مفروضة على الفلاح خارج الضرائب، ودي أرهقت الفلاح جدا. طيب الملتزم دوت، هل السلطان العثماني كان بيخليه يجمع الضرايب كده وخلاص؟ قال لك لا، قصاد ده كان بيديه ارض معفاه من الضرايب اللي هي الوصيه. بس طبعا عشان الملتزم طماع كان بيفرض اتوات وهو معاه الارض اللي هي الوصيه، يعني هي مديها له زي مكافاه عشان هو بيلم له الضرايب. طيب يجي يقول لي تدهورت الزراعه في مصر في ظل الحكم العثماني، بما تفسر يعني ليه كانت متدهوره؟ اقول له والله الفلاح ما كانش بيهتم بامور الزراعه، اللي هو الفلاح المنتفع. طيب ليه ما كانش بيهتم؟ لان هو بيعاني من سطوه الملتزم في ان هو لما بيجمع الضرايب بيفرض عليه اتوات خارج الضرايب اللي قايلها السلطان، ده كده ارهق الفلاح. تمام؟ عشان طبعا الملتزم يعوض اللي دفعوا ليه خزينه الدوله. تاني حاجه، الدوله اصلا ما كانتش بتهتم بالزراعه، لا بامور الري
ولا تقوية الجسور اتقاء للفيضان، الفيضان يجي يغرق لي في الأراضي كلها، ولا كانت بتحفظ الأمن. يعني من الآخر الدولة ملهاش علاقة بالزراعة، تضرب تقلب، الفلاح يعيش يموت، الملتزم يعمل له إتاوات، مفيش مشكلة. طيب عندي هنا سؤال تاني بيقول لي: عجز الفلاح المصري عن توريث أرضه أثناء فترة الحكم العثماني بسبب إيه؟ حق الانتفاع، نظام الالتزام، فرض الإتاوات، إهماله لأمور الزراعة. هو هنا بيقول لي توريث أرض، يعني بيتكلم على ملكية. تمام، بيتكلم على ملكية، توريث أرض يعني ملكية. طيب أنا عندي إيه النظام اللي كان بيختص بالملكية؟ النظام اللي كان بيختص بالملكية هو حق الانتفاع. احنا قلنا الأرض كلها مملوكة للسلطان العثماني، والفلاح مجرد بينتفع من الأرض. أنا عندي هنا الإجابة هتبقى ألف: حيث كانت الأرض ملكا للسلطان العثماني وتزرع عن طريق تكليف الفلاحين بزراعتها، والفلاح مجرد منتفع من الأرض. يجي يكلمني بعد كده على الصناعة. الصناعة نفس الحال، متدهورة. وليه تدهورت الصناعة في عهد أو الحكم العثماني؟ قال لك تدهورت لأن هي يدوية بسيطة. احنا قلنا في أوروبا عملنا ثورة صناعية، بدلنا الأيدي العاملة بالآلات والمصانع. هنا بقى في مصر في ظل الحكم العثماني كانت ما زالت يدوية بسيطة، ما وصلتش للآلية والتطور اللي كان في أوروبا. طيب برضو عدم اهتمام العثمانيين بالصناعة، واعتمدوا على حاجة اسمها طوائف الحرف. الحرف دي اللي هي المهن، يعني عندي مهنة الحداد، مهنة النجار، كل طائفة ليها الحرفة بتاعتها، وعليهم واحد اسمه شيخ الطائفة. شيخ الطائفة دوت هو اللي كان بيلم الضرايب من الطائفة، وهو اللي كان همزة وصل بين الحكومة وبين الطائفة. يعني الطائفة عايزة توصل حاجة للحكومة، شيخ الطائفة هو اللي بيوصلها، ولو الحكومة عايزة توصل لهم حاجة نفس الكلام. طيب أنا عندي شيخ الطائفة هو اللي همزة وصل مع الحكومة ومسؤول عن جمع الضرايب والإشراف على الإنتاج. هنا عندي شيخ الطائفة متشابه مع حاجة، متشابه مع الملتزم. الملتزم برضو بيجمع ضرايب. خليك فاكر الاثنين دول، لأن قدام هنلاقي حاجات تانية متشابهة وبتجمع الضرايب زي الملتزم وزي شيخ الطائفة. عند التجارة كانت متدهورة زيها زي الصناعة وزي الزراعة. كانت متدهورة بالشقين بتوعها، سواء الداخلي أو سواء الخارجي. هنا بيقول لي تدهورت بشقيها الداخلي والخارجي بما تفسر. طيب نمسك الخارجية نشوفها الأول، تدهورت ليه؟ وده بسبب تحول طريق التجارة بين الشرق والغرب، اللي هو كان بيعبر مصر، اللي هو كان الطريق المختصر، ده اتحول لطريق رأس الرجاء الصالح. طيب أنا دلوقتي عندي مصر كانت بتستفيد طبعا لما كان بيعدي عليها الحملات التجارية، يعني طبعا بيخش لها فلوس، بيخش لها مثلا الجمارك. فدلوقتي لما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح اللي هو بيلف حوالين أفريقيا كلها، ده ضعف مصر، لأن طبعا الفلوس اللي كانت بتخش لها من التجارة اتمنعت عنها. فكده ما بقتش عندها صلات تجارية غير مع دول الحوض المتوسط، البحر المتوسط، السودان والحبشة وبلاد العرب واليمن، ودي أصلا بلاد فقيرة مش هتبقى يعني تفيد مصر زي ما أوروبا كانت بتعدي. طيب عندي التجارة الداخلية تدهورت بسبب إيه؟ التجارة الداخلية تدهورت بسبب إن كان مفيش أمن، ما كانش الأمن مستقر. الفرق العسكرية اللي هي المفروض بتحمي البلد كانت على طول في ما بينها وما بين بعضيها نزاع. في حاجة كمان عندي، غارات بدو الصحراء. بدو الصحراء دول اللي هم مين؟ اللي هم القبائل البدوية اللي بتعيش في الخيام والجمال والكلام ده. البدو دول كانت مشكلتهم في ايه؟ ان هم عاملين زي قطاع الطرق، بيطلعوا ينهبوا القوافل التجارية وياخدوا اللي معاهم. فدول قطعوا رجل التجارة، لان طبعا الناس خايفة تروح وتيجي لان هم بيهجموا عليهم. تاني حاجة
تاني حاجة عندي عدم ثبات قيمة العملة المتبادلة من مكان لآخر. سعر الحاجة ما كانش ثابت، في مكان الكيلو ب10 جنيه، في مكان تاني الكيلو ب8 جنيه ب9 جنيه، ده كان عامل برضو مشكلة في التجارة الداخلية. تالت حاجة اختلاف المكاييل والموازين من مكان لآخر. طيب هم أصلا كانوا بيوزنوا إزاي؟ كانوا بيوزنوا ما عندهمش ميزان زي دلوقتي، كانوا بيوزنوا بحفنة الإيد. يعني مثلا لو الكيلو بياخد 3 كبشات، ممكن واحد إيده أكبر ياخد كبشتين، ممكن واحد إيده أصغر ياخد من 4 ل5 كبشات. فده بيحصل إيه؟ ده بيخلي إن في اختلال في الموازين والمكاييل. يعني مكان يديني الكيلو 800 جرام، يديني الكيلو 800 جرام، في يديني الكيلو 900 جرام، وهكذا. يبقى الكيلو مش ثابت عند الكل، ممكن حد يديني الكيلو 1000 جرام، مكان تاني 800 جرام، مكان تالت 900 جرام. ده كان بيشكل مشكلة في التجارة الداخلية. طيب عندي بعد كده بيقول لي ما النتائج المترتبة على تدهور التجارة في مصر؟ طبعا تدهور التجارة ده هيفتح باب لسيطرة الأجانب. طيب الأجانب إيه اللي خلاهم يسيطروا على التجارة؟ قال لك الدولة العثمانية كانت بتديهم امتيازات، أجنبية، وطبعا علشان الأجانب منظمين فقدروا إن هم ينظموا التجارة بتاعتهم. السلطان العثماني كان بيديهم امتيازات، لأن إحنا لغاية دلوقتي عندنا عقدة الخواجة، عايزين مستثمرين أجانب يجوا يخشوا ويحطوا الفلوس بتاعتهم في البلد. عندي حاجة كمان، الضرايب والهدايا اللي بنبعتها للسلطان العثماني. الوالي كان عشان يرضي الوالي وما يشيلوش من الحكم يقعد يبعت له هدايا وفلوس، والكلام ده كله كان بيبقى من خزينة الدولة، فده برضو أثر على تدهور الاقتصاد. طيب نيجي بعد كده للسؤال، بيقول يرجع تدهور التجارة الداخلية في مصر أثناء الحكم العثماني لعدة أسباب. احنا خدنا ان التجارة الداخلية كانت متدهورة لكذا سبب، عايزين بقى سبب من دول يكون نختار سبب، يعني فيه في الإجابات سبب من أسباب تدهور التجارة الداخلية، ونركز إن هو بيقول لي تجارة داخلية. طيب هل هيكون أثر كشوف حركة الكشوف الجغرافية، أثر الثورة الصناعية في أوروبا، اختلال معايير تقييم السلع، مساوئ نظام الالتزام؟ طيب بما إنه بيقول لي تجارة داخلية، يبقى الكشوف الجغرافية ملهاش علاقة، لأن ده تجارة خارجية، طريق رأس الرجاء الصالح. ولا الثورة الصناعية دي في أوروبا ملهاش علاقة برضو بالتجارة الداخلية جوه مصر. طيب عندي اختلال معايير تقييم السلع، هي دي الإجابة اللي أنا عايزاها، اللي احنا كنا بنقول فوق اختلال معايير وموازين ومكاييل السلع من مكان لآخر. مساوئ نظام الالتزام ده أساسا صراع. طيب عندي سؤال تاني، بيقول لي تأثر الاقتصاد المصري سلبا قبل مجيء الحملة السؤال بيقول تأثر الاقتصاد المصري سلبا قبل مجيء الحملة الفرنسية نتيجة لعدة عوامل. خدنا الاقتصاد المصري والتجارة داخليا وخارجيا، وكان في عوامل كتير. طيب احنا عايزين عامل من دول. هل كان رغبة الولاة في إرضاء السلطان، الحروب بين الدولة العثمانية وروسيا، حرص المماليك المستمر على الانفراد بالحكم، العلاقات التجارية مع الدول المجاورة؟ طيب أنا عندي هنا اللي كان بيأثر سلبا على الاقتصاد، احنا قلنا الضرائب والهدايا اللي الوالي كان بيبعتها للسلطان العثماني إرضاء ليه. يبقى أنا هختار رقم ألف، رغبة الولاة في إرضاء السلطان العثماني عن طريق إن هو بيبعت له ضرائب وهدايا، من الآخر يعني بيرشيه عشان ما يشيلوش من الحكم. طيب نيجي نتكلم عن الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية، مصر كانت في الحكم العثماني نظام طبقي، عبارة عن طبقتين: فئة حكام اللي هم أصحاب السلطة،
فئة محكومين اللي هم المصريين. أصحاب السلطة اللي هم الحكام عبارة عن أتراك اللي هم الدولة العثمانية وبكوات مماليك، دول بس اللي في الحكم، مفيش مصريين خالص، مش موجود اسمهم في الحكم. دول عاشوا في عزلة عن الشعب المصري، مالهمش علاقة الشعب بياكل منين، بيشرب منين، بيشتكي من ايه، هم قاعدين في القصور بتاعتهم فوق، مالهمش علاقة، معزولين عن الشعب وعايشين حياتهم. طيب الفئة بتاعة المحكومين اللي هم المصريين عندي طبقتين، الشريحة الوسطى والشريحة اللي هي العامة أو الطبقة الأقل. الشريحة الوسطى دي كانت عبارة عن مشايخ، علماء، تجار، اللي هي من الآخر طبقة متوسطة يا دوب معاها إنها فلوس تعيش حياة كريمة إلى حد ما. لكن الطبقة اللي بعد كده عندي فلاحين، صغار الحرفيين، عامة الناس، دي الطبقة اللي كانت عايشة في فقر. بالنسبة للأحوال الاجتماعية كانت في الفترة دي شبه العصور المظلمة اللي كانت في أوروبا اللي قلنا عليها في أول الدرس، اللي هي كان بينتشر الجهل، الخرافات، ما كانش فيه حاجة من بصيص نور العلم إلا الأزهر الشريف بس. نيجي ننتقل للحالة السياسية. عندي الحالة السياسية، نظام الحكم العثماني كان عامل إزاي في السياسة. الطريقة بتاعة السلطان العثماني إن هو كان بيقسم السلطة أو الحكم على 3 إدارات، ال3 إدارات كل واحدة بتراقب التانية. يعني مثلا عندي السلطان الوالي اللي هو نائب عن السلطان. الوالي نائب عن السلطان في الحكم، مهمته ان هو يبعت الضرائب للسلطان، يقود الجند في الحرب، وكانت مدة حكمه بتتراوح من سنة ل3 سنين، وده طبعا علشان ما يعملش حركة انفصالية عن السلطان العثماني زي ما هنعرف قدام. عندي تاني حاجة من الإدارات اللي كان حاططها الحكم العثماني الديوان ده بيراقب الوالي، ولو الوالي ما عجبوش في حاجة يقدر ان هو يعزله من غير ما يرجع للسلطان، ودي كانت نقطة ضعف في الحكم العثماني. طيب الديوان ده عبارة عن ايه؟ في كبار الموظفين، علماء، أعيان، ضباط الحامية اللي هي العثمانية، اللي هي الفرق العسكرية اللي المفروض انها تحمينا وتهتم بالأمن، اللي هي دايما أصلا كانت بتتنازع. عندي ثالث إدارة اللي هم البكوات المماليك. احنا طبعا قلنا ان هم بيحكموا أو بيشتركوا في الحكم. دول كانوا واخدين إدارة شؤون الأقاليم. إيه هي الأقاليم دي؟ اللي هي المحافظات دلوقتي، اللي هي دلوقتي بنقول عليها المحافظات. مسكوا المماليك إدارة الأقاليم عشان يحصل موازنة بين الوالي وبين رؤساء الحامية العسكرية، والمماليك كان ليهم خبرة كبيرة قوي بجغرافية مصر، عشان كده هم حطوهم يمسكوا الأقاليم. يجي يكلمني على عيوب الحكم العثماني، أو يقول لي بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في طيات وحوامل ضعف. أقول لك طبعا في كذا حاجة وتبين لي إن النظام ده هش وضعيف. أول حاجة قصر مدة حكم الوالي بيمسك من سنة ل3 سنين. طيب برضو إيه المشكلة في الكلام ده؟ المشكلة إن هو لما هيمسك من سنة ل3 سنين هيبقى همه الوحيد إن هو يجمع ثروات، يجمع ضرائب، يجمع فلوس، لأن السلطان في أي وقت ممكن يشيل يقول له مع السلامة. فهو مش هدفه إنه يصلح البلد، هو هدفه إن هو يوصل لأكبر عدد من الضرائب والثروات من البلد. تاني حاجة، زيادة سلطة الديوان والحامية العسكرية اللي احنا لسه قايلينها فوق، إن الديوان ممكن لو ما عجبوش الوالي ما يرجعش للسلطان وهو اللي يعزله. برضه كان مع ضعف الدولة العثمانية في أواخر القرن ال18، نتيجة لأن هي ضعفت، كان في تطلع للبكوات المماليك إن هم ينفردوا بالحكم. زي ما قلنا تطلع البكوات المماليك للانفراد بالحكم، زي الحركة بتاعت علي بك الكبير لما كان عايز ينفصل عن السلطان العثماني ويستقل بمصر. علي بك الكبير كان شيخ المماليك في 1763. ده هنا يعتبر عندي النصف الثاني من القرن ال18. وعشان تعرف انت ازاي بتجيب القرن، لان هو ممكن في الاختيارات ما يجيبليش التاريخ، يجيب لي نصف القرن الاول، نصف القرن الثاني. طب المهم انا اعرف اجيب القرن ازاي، والنص الاولاني والنص الثاني. انا عندي وليكن القرن ال18، يبقى هنقص 1، يبقى هيبدا من 1700.
انا نقصت واحد. طيب عندي القرن ال19 هنقص واحد هيبقى 1800. طيب انا عايز اعرف هو نص اولاني ولا نص تاني. عندي اول 50 سنة ده كده النصف الاول، النصف الاول من القرن، يعني مثلا 1801 ل 1850 ده كده عندي النص الاولاني. طب بعد ال50 يبقى ايه؟ النصف الثاني، من اول بقى 1851 لاخر القرن. ولو مثلا جه قال لي في الاختيارات العقد الاول، العقد الاخير، العقد اصلا يعني 10 سنين. لو جه قال لي العقد دي يعني تساوي 10 سنين، جابها لي بقى في اول القرن في اخر القرن، يعني مثلا لو قال لي العقد الاول من القرن ال19 اول 10 سنين، هقول القرن ال19 يعني هننقص واحد هيبقى 1800. اول 10 سنين يعني 1801 ل 1810. لان في الاختيارات مش هيجيبها لك صريحه التاريخ كده، انت هتقعد تفكر وتحلل مع نفسك. طيب المهم مسك شيخ البلد في 1763. 1768 اهو حتى كاتبها لك اهي، منتصف القرن ال18 قام بمحاولة استقلال بحكم مصر، وبدأ ينفذ على طول، يعني خد القرار وبدأ ينفذ. أول حاجة عملها من مظاهر الاستقلال عزل الوالي العثماني. الوالي اللي كان حاطه السلطان العثماني على مصر عزله، ومنع واحد تاني يجي غيره. مرضاش يدفع الخراج، الامتناع عن دفع الخراج. الخراج ديت حاجة زي الضرائب بس في الأراضي الزراعية. ضرب النقود باسمه بدل ما كانت باسم السلطان العثماني، ما خلاص بقى هينفصل ويسيب الكيان العثماني. رابع حاجة إخضاع الحجاز لنفوذه، وده هيديه صبغة دينية عشان هتلاقيها في الإخطر برضه. اداله صبغة دينية لأن هي أماكن مقدسة. ما اكتفاش بكده، أرسل النائب بتاعه اللي هو محمد بك أبو الدهب عشان يروح ياخد له الشام، وهو فعلا قدر إن هو يخش دمشق. يعني ما اكتفاش بمصر وعايز بقى معاها الشام وعايز يوسع البلد بتاعته. طيب لكن هو فشل، المحاولة دي ما اتكتبلهاش إن هي تتم، يعني خلاص كان محمد بك أبو الدهب خلاص راح الشام ودخل دمشق. لكن محمد بك أبو الدهب خان علي بك الكبير، وراح تواطأ مع السلطان العثماني ضد علي بك الكبير، وبكده مصر هترجع تاني ولاية عثمانية تحت حكم أبو الدهب اللي هو شيخ البلد. الفترة اللي بعد حكم أبو الدهب كان فيها صراعات كتيرة قوي بين المماليك نفسهم، وخليكم فاكرين إن المماليك دايما بيتخانقوا، وغالبا بيتخانقوا دايما على الحكم. علشان كده أحوال الاقتصاد في مصر تدهورت، التجارة الخارجية قلت، طبعا في نزاع مش فاضيين دلوقتي للتجارة. المماليك نفسهم قوتهم خلصت في النزاعات اللي بينهم، بدل ما يقعدوا يحصنوا الحدود بتاعة البلاد لمواجهة أي أخطار محتملة اللي هي كده ما بين قوسين الحملة الفرنسية. هم هيلاقوها في الدرس الثاني، طبت عليهم بتنزل الجنود بتاعتها على شواطئ الإسكندرية. طيب آخر معلومة هنا عندي في الدرس ده، لما وصلت الحملة الفرنسية على مصر، مصر كانت تحت حكم ثنائي مملوك، إبراهيم بك ومراد بك. طيب يجي لي هنا سؤال يقول لي إيه؟ يقول لي استحدثت الدولة العثمانية نظاما لحكم مصر بيعتمد على إيه؟ إحنا عايزين حاجة رئيسية النظام الحكم العثماني بيعتمد عليها. هل توزيع السلطات، منح التسهيلات للأجانب، زيادة قوة الوالي، إبعاد المماليك عن سلطة الحكم؟ طيب نمسك واحدة واحدة ونشوف أنهي واحدة اللي هتنفع. عندي توزيع السلطات، أنا عندي كان في توزيع سلطات، كان عندي والي، كان عندي ديوان، كان عندي مماليك اللي هم ماسكين شؤون الأقاليم. طيب دي الإجابة اللي أنا عايزاها، بس برضه نناقش بقية الإجابات. منح التسهيلات للأجانب دي ملهاش علاقة بنظام الحكم، دي كانت في التجارة.
طيب زياده قوه الوالي، الوالي ما كانش ليه قوه، الديوان كان يقدر لو الوالي مش عاجبه يشيله في اي وقت. ابعاد المماليك عن سلطه الحكم، لسه بقول لك المماليك كانوا ماسكين اداره الاقاليم. وانت بتحل ناقش الاجابات واستبعد، لو انت مش عارف الاجابه الصح ابدا استبعد وابدا ناقش كل اجابه هتوصل للاجابه الصح. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي توجد دروس مستفاده من نتائج حركه علي بك الكبير للاستقلال بمصر. زي ايه؟ استفيد ايه من حركه علي بك الكبير؟ هل ضروره تحقيق الاستقرار؟ حسن اختيار المعاونين؟ الاعداد النفسي للجيش؟ ضروره استخدام الاسلحه الحديثه؟ حركه علي بك الكبير كان فيها خيانه، اللي هي خيانه محمد بك ابو الدهب. يبقى انا هتعلم ان انا اختار معاونين وناس كويسه معايا ما يغدروش بيا ويخونوني. عندي الدرس الثاني بيتكلم على الحمله الفرنسيه على مصر وخلاص وصولها لشواطئ الاسكندريه. نابليون لما جه يطلع بالحمله الفرنسيه عشان يروح لمصر ما خدش طريق مباشر. ما خدش طريق مباشر ليه؟ علشان يضلل انجلترا. ليه ضلل انجلترا؟ لان هو لو انجلترا خدت خبر ان هو رايح بالحمله عشان يحتل مصر هتدمر له الاسطول بتاعه، لان هي اسطولها قوي جدا. احنا قلنا ان الاسطول الانجليزي اقوى بكتير من الاسطول الفرنسي. الاسطول الفرنسي مش هياخد في ايديها غلو. طيب هي لما طلعت الحمله الفرنسيه طلعت بطريق غير مباشر، يعني بعد ما خرج من ميناء طولون وصل لجزيره مالطا وبعديها لجزيره كريت ومنها للاسكندريه. كل ده عشان يتوه انجلترا وما تاخدش خبر ان هو رايح مصر، لدرجه ان الجنود نفسهم ما كانوش يعرفوا هم رايحين فين. نابليون بس قائد الحمله هو اللي يعرف احنا طالعين فين. حمله وصلت مصر، بس قبل ما توصل نابليون فكر في حاجه. قال لك دلوقتي انا الناس اللي انا رايحه احتلهم دول، هل هم هيقولوا لي اهلا وسهلا تعالى احتل لنا واقعد معانا والدنيا كويسه؟ لا طبعا لا. فهو عمل حاجه، اللي هو كان منشور وزعه على المصريين قبل ما يوصل. المنشور ده كان عباره عن ايه او مجمله ايه؟ هو عمل على توطيد سلطته، هو حاول يحسن صورته قدام الشعب المصري عشان يكسب ثقه الشعب المصري. طيب اول حاجه عملها ان هو يجامل الدوله العثمانيه قدر المستطاع، لان مصر ولايه عثمانيه تحت السلطان العثماني، مش عايزين نزعل السلطان ونستثير غضبه. طيب تاني حاجه قال لك انا عايز اجتذب المصريين، انا عايز اجتذب الشعب المصري لصفي. طيب اجتذبه ازاي؟ الشعب المصري متضايق جدا من المماليك الغرباء اللي هم بينهبوا الثروات بتاعه البلاد وبيظلموا اهلها. طب ما انا اجي اقول لهم انا هخلصكم من المماليك الناس اللي هم مضايقينكم عشان اجتذبهم لصفي، اعرفهم ان انا جاي انقذهم. طيب تاني حاجه هخليكم تشاركوا في حكم البلاد، يعني تحكموا نفسكم بنفسكم مش زي ما عامل السلطان العثماني. هعمل لكم حكومه اهليه يكون الحكم فيها للمصريين. طيب المنشور دوت بيعبر عن ان نابليون بيتقرب للشعب المصري، لكن في اخر المنشور هدد وقال ان القرى او المناطق اللي هتحاول تتعرض للقوات الفرنسيه هو هيحرقها. يبقى انا عندي منشور نابليون ده فيه ترغيب وترهيب، عندي الاثنين. يعني من الاخر قال لهم انا جاي انقذكم، انا جاي اعمل لكم، ما عجبكوش كل دوت وقفتوا قصادي هحرق لكم القرى بتاعتكم. طيب بعد كده قلنا ان الحمله نزلت على شواطئ الاسكندريه في اوائل يوليو. المماليك تفاجئوا بنزول الحمله الفرنسيه لان هم طبعا قوتهم كانت استهلكت في النزاعات اللي بينهم وما قدروش يحصنوا البلاد عشان الحمله اللي جايه لهم. طيب الحمله مع ان ما كانش مصر عامله استعداداتها للحمله الا ان الشعب المصري وقف للحمله من اول يوم لاخر يوم. عندي هنا سؤال عشان نصحصح مع بعض. السؤال عندي بيقول يتضح من تحليل المنشور السابق بتاع نابليون رغبته
في التقرب من المصريين من خلال، هو عايز يقرب من المصريين من خلال ايه؟ هل الحفاظ على ثروات مصر، هيحافظ لهم على ثرواتهم؟ نشر العلوم والفضائل، هل هو جاي يثقفهم ويعلمهم؟ تخليصهم من حكام المماليك، حكام الأقاليم اللي هم يقصد هنا بيهم المماليك. عشان كده هي دي الإجابة اللي أنا هختارها. حماية التجارة المصرية، طبعا هو ملوش علاقة، التجارة المصرية تمشي كويس تولع، هو ملوش علاقة. كذلك هو مش جاي يثقف الناس ولا يحافظ على ثرواتهم. حكام الأقاليم هم المماليك، اللي هم الغرباء عن البلاد اللي بيظلموا أهلها وبيستنفذوا ثرواتها. طيب هنبدأ نشوف إزاي الشعب المصري قدر إن هو يقف ويكافح ويقاتل قصاد الحملة من أول يوم لآخر يوم. الحملة نزلت فين؟ على الإسكندرية، يبقى أول مقاومة معايا هتبقى المقاومة الأهالي في الإسكندرية. الأهالي وقفوا وتصدوا للحملة بزعامة السيد محمد كريم اللي هو كان حاكم المدينة، ولكن للأسف الحملة قدرت إن هي تسيطر على الإسكندرية وخدت محمود كريم واعتقالته وأعدمته بعد كده رميا بالرصاص في سبتمبر 1798. طيب هي نزلت على الإسكندرية، تبدأ بقى تتوغل وتخش جوه، وهي ماشية جوه كده لقت مقاومة من المماليك. المماليك جم هنا هيظهروا على الساحة في موقعتين، شبرخيت وامبابة. طيب موقعة شبرخيت اللي هي قرب البحيرة، القوات الفرنسية قعدت تزحف، هي رايحة للقاهرة، لكن في طريقها لقت مقاومة من المماليك كان بقيادة قوات مراد بك بالقرب من شبرخيت بالبحيرة. طيب نتائجها إن اتهزم المماليك وتقهقروا، يعني رجعوا جنوبا للدفاع عن القاهرة، خدوا بعضهم ونزلوا جنوبا على القاهرة عشان يدافعوا عن القاهرة، فتحصل عندي موقعة إمبابة. عندي النتائج بتاعة موقعة إمبابة بالظبط زي اللي حصل في شبرخيت. المماليك اتهزموا من الفرنسيين، وهنا حصل انقسام للمماليك. احنا قلنا مصر كانت تحت حكم ثنائي مملوكي مراد بك وابراهيم بك. في الموقعة دي الاثنين انفصلوا، مراد بك نزل على الصعيد، ابراهيم بك ومعاه الوالي العثماني طلعوا للشام. يعني كده القاهرة ما فيهاش حاكم ولا فيها اي حد خلت من اي مقاومة، يعني حالة من الفراغ السياسي، ان ما فيش حاكم على الكرسي، فطلع على الصعيد وده خد الوالي وطلع على الشام. كده نابليون يقدر يخش القاهرة براحته بعد ان خلت من اي مقاومة. وبعد دخول نابليون بقى بدأ يرسل قواته لباقي أنحاء مصر، نكتشف الدنيا ونشوف باقي مصر عاملة إزاي. سؤالي هنا بيقول: أكدت مقاومة أهالي الإسكندرية للحملة الفرنسية والتفافهم حول محمد كريم بيأكد لي إيه؟ المقاومة ديت بتأكد لي إيه؟ هل ثقة المصريين في هزيمة الفرنسيين؟ مساندة المماليك لأهالي الإسكندرية؟ فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه؟ ولا الثقة في القوى العسكرية للدولة العثمانية؟ لو قلنا ثقة المصريين في هزيمة الفرنسيين، فالمصريين ما عندهمش أي ثقة إن هم يهزموا الفرنسيين، لأن هم عارفين إن قوة أصلا المماليك اللي المفروض بيحمونا مستنزفة. والشعب المصري عارف كويس قوي إن هو ما عندوش قدرة يواجه الأسلحة الحديثة بتاعة الحملة الفرنسية. مساندة المماليك لأهالي الإسكندرية غلط. أنت ممكن تقول لي طب ما المماليك أهو فوق لسه عاملين موقعتين، هقول لك لأهالي الإسكندرية. المماليك كانوا في موقعتين لوحدهم، شبرخيت وامبابة. طيب فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه، هي دي الإجابة اللي أنا عايزاها، وهقول لك ليه. الثقة في القوى العسكرية للدولة العثمانية، قلنا أصلا الدولة العثمانية كانت متدمرة عسكريا واقتصاديا واجتماعيا وكل حاجة. ليه بقى فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه؟ احنا قلنا المنشور فيه ترغيب وفيه ترهيب. لو كان المنشور نجح في الترغيب كان قدر نابليون يكتسب المصريين لصفه. طب ما قدرش يكتسب المصريين لصفه، كانوا هيخافوا من حرق القرى بتاعتهم، بس هم لا ادوا اهتمام للترغيب ولا الترهيب. طيب بعد كده بيكلمني وبيكمل صور المقاومة. تجيلي موقعة أبي قير البحرية في أغسطس
1798. موقعة أبي قير البحرية كانت بين أسطولين، الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون والأسطول بتاع الحملة الفرنسية. من قبل ما أكمل أكيد توقعت النتائج، أسطول فرنسي قدام أسطول إنجليزي. الأسطول الفرنسي غرق في خليج أبي قير، وبكده اتقضى على أحلام فرنسا إن هي تقدر تبسط سيطرتها على حوض البحر المتوسط. لا وكمان اتحرمت الحملة من الإمدادات اللي كانت بتجيلها من فرنسا، لأن طبعا الحملة هنا في مصر فرنسا ممكن تبعت لها إمدادات، معدات، أسلحة، جنود، وهكذا. بعد كده يجي يكلمني على مقاومة أهالي الصعيد. مش قلنا إن مراد بيك نزل تحت في الصعيد؟ هما بقى راحوا وراه عشان يقضوا على المقاومة بتاعة مراد بيك. طيب هما نزلوا للصعيد عشان يقضوا على المماليك. قالوا احنا ممكن نعمل اتفاق مع مراد بيك. طيب يتفقوا على ايه؟ يتفقوا ان هو يمسك الصعيد بس تحت الاشراف الفرنسي، يعني تحت الحكم الفرنسي، يبقى تابع لهم. هما ليه اصلا عايزين يسيطروا على الصعيد او عايزين ان هما يقضوا على المماليك؟ قال لك لخطورة المماليك على الملاحة في نهر النيل. المماليك عندهم خصلة مش حلوة، لما بيتقمصوا أو بيتضايقوا بينزلوا تحت الصعيد يقطعوا الملاحة في نهر النيل، يعني يوقفوا التجارة ويوقفوا حال البلد خالص، فكده ده خطر على التجارة. طيب نرجع تاني لمراد بيك. هل مراد بيك فعلا هيمسك الصعيد تحت حكم الفرنسيين؟ قال لهم لا، رفض ان هو يمسك الصعيد تحت الحكم الفرنسي، فقامت معارك بينهم وبين مراد بيك واهالي الصعيد. المقاومه اللي كانت في الصعيد خدت فتره طويله، طولت قوي، يمكن خدت بتاع 10 شهور على عكس الوجه البحري. طيب ايه الاسباب اللي خلت مقاومه الصعيد تكون طويله وتكون بالشكل دوت اصعب من الوجه البحري؟ قال لك لان الاهالي بيتبعوا اسلوب حاجه اسمها حرب المناوشات او المعارك المتفرقه. اللي بيتبع الاسلوب ده اللي بيبقى الاسلحه بتاعته بدائيه، او هو مش واثق ان عنده قوه عسكريه زي فرنسا. الحرب دي عباره عن ايه؟ حرب عباره عن ان انا اطلع اضرب العدو واستخبى، على بال ما هو يدور انا فين اكون طلعت ضربته تاني واستخبيت. ده بيعمل ايه؟ بيعمل ركه للعدو اللي قدامي حتى لو كان الاسلحه بتاعته حديثه واحسن مني. دي اول حاجه كان بيتبعها اهالي الصعيد. تاني حاجه كان في اتصالات بين اهالي الصعيد وبين المماليك، كده كده اصلا مراد بيك نزل قعد معاهم تحت في الصعيد. حاجه تانية، طول الوادي وبعده عن مركز الحكم في القاهره، ولم يشعروا بظلم المماليك زي اللي بيحصل في القاهره. هنا المماليك في القاهره عاملين عبء كبير قوي على المصريين، فالمصريين بيفكروا في العيشه بتاعتهم وفي لقمه عيشهم وهنعيش منين وهنجيب منين، لكن الناس اللي في الصعيد بعيده عن قبضه المماليك فقادرين ان هم يواجهوا الحمله الفرنسيه ويبقوا رايقين. طيب عندي اخر حاجه اللي هي مجيء قوى من شبه الجزيره العربيه تقاتل وتقف جنب اهالينا في الصعيد، وده كان اول تضامن عربي يشهده البلاد العربيه ومصر، لان طبعا الجزيره العربيه ولايه عثمانيه زيها زي مصر زي الشام زي اليونان زي الكلام ده. فاما ولايه يحصل عليها احتلال او يحصل عليها هجوم زي الحمله الفرنسيه لما نزلت مصر، باقي الولايات لازم تقف جنبها وتتكاتف معاها زي ما شفنا في الاول تضامن عربي اللي هي القوه اللي جات لنا من شبه الجزيره العربيه. طيب نستكمل. بيقول لي بقى ثورة القاهرة الأولى، هنا بدأ يظهر دور الأزهر، لأن الأزهر هو اللي قاد الثورة دي. في الأحداث بتاعتها اتقتل حاكم القاهرة الفرنسي، واشتعلت الثورة وبدأت إن هي تنتشر في الأقاليم المجاورة، لكن الفرنسيين أخمدوها بالعنف والإرهاب زي عادتهم. مش بس كده، ده كمان دخلوا الجامع الأزهر بالخيول بتاعتهم، وده زعل المصريين جدا وأثار عندهم الشعور الديني.
ليه؟ لأن نابليون في المنشور بيقول إن هو بيحترم الأديان وبيعرف ربنا أكتر من المماليك، لكن النقطة دي خلت فيه تناقض بين كلامه اللي قاله في المنشور وبين اللي هو عمله، إن الفرسان بتوعه الفرنسيين دخلوا الجامع الأزهر بالخيول بتاعتهم، وحصل إعدام لكتير من الثوار. السؤال بيقول لي: أكدت أحداث ثورة القاهرة الأولى أكتوبر 1798 على إيه؟ الأحداث بتاعة ثورة القاهرة الأولى دي بتوضح لي إيه؟ أو عايزة تفهمني إيه؟ هل فشل سياسة نابليون الاقتصادية؟ تناقض أقوال نابليون مع أفعاله؟ دور المماليك في إشعال الثورة؟ ولا أهمية التضامن العربي ضد الغزو الأجنبي؟ من الشرح اللي احنا قلناه دلوقتي أكيد أنت عرفت الإجابة وقلت إن هي رقم ب، اللي هي تناقض أقوال نابليون مع أفعاله. إن هو في المنشور قال إن هو بيحترم الأديان، لكن رجع ناقض نفسه في دخول الفرنسيين لجامع الأزهر الشريف. طيب عندي سؤال هنا تاني بيقول لي: العامل المشترك بين تفكير نابليون في ضرب إنجلترا خارج أراضيها ونتيجة موقعة أبيقير البحرية. أنا عايزة حاجة مشتركة بين الاتنين، إن نابليون كان عايز يضرب إنجلترا خارج أراضيها والنتائج بتاعة أبيقير البحرية. طيب هو نابليون كان عايز يضرب إنجلترا خارج أراضيها ليه؟ قلنا ليه موقعها المنعزل، وقلنا قوة أسطولها. طيب نشوف هنا. طيب النتائج بتاعة أبيقير البحرية، احنا قلنا غرق الأسطول الفرنسي. طيب يبقى المشترك في الاثنين هو الأسطول الفرنسي. نشوف الإجابات بتقول إيه. قوة فرنسا البرية والبحرية، معاداة أوروبا للثورة الفرنسية، الكفاءة العسكرية للأسطول الإنجليزي، ولا انتصار فرنسا على التحالف الأوروبي. من المقارنة اللي عملناها الإجابة تكون الكفاءة العسكرية للأسطول الإنجليزي، بدليل إن هو أغرق الأسطول الفرنسي. لكن قوة فرنسا برية وبحرية، برية أقول لك بحرية لا. معاداة أوروبا للثورة الفرنسية، هي أوروبا بتعادي الثورة الفرنسية لكن ملهاش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. ولا انتصار فرنسا على التحالف الأوروبي، يمت به علاقة لموقعة أبيقير البحرية وضرب إنجلترا خارج أراضيها. لسه مكملين في صور المقاومة للحملة الفرنسية. رقم 6 عندي: تحالف العثمانيين مع الإنجليز مع الروس. هتقولي طب ما احنا كان في حرب بين روسيا والدولة العثمانية في أول الفصل. هقول لك إن وقت المصالح الكل بيتصالح. يعني الدولة العثمانية حطت إيديها في إيد إنجلترا وحطت إيدها في إيد روسيا. ليه؟ عشان تخرج الفرنسيين من مصر بالقوى العسكرية. فساعتها الدولة العثمانية قررت إن هي تبعت حملتين: حملة جايالي برية من الشام، وحملة بحرية متجهة للإسكندرية. هنا نابليون قال لك أنا قاعد في النص بعمل إيه؟ أنا جاي لي حملة برية من الشام وجاي لي حملة بحرية متجهة للإسكندرية. أنا لو قعدت مكاني هتيجي الحملتين يخلصوا عليا. طب ما أنا أخرج أفاجئهم إن أنا اللي بادرتهم ووصلت قبلهم. عشان كده ساعتها فكر إن هو يخرج بحملة للشام. ليه؟ عشان يقابل الجيش العثماني اللي هو الحملة البرية اللي جاية له من الشام. بالفعل انتصر نابليون ووصل ساعتها لعكا، لكن جه قدام أسوار عكا وما قدرش إن هو يتخطاها. ليه؟ لأن كانت محصنة، وده الفرق بين أهالي عكا وبين المماليك. أهالي عكا حصنوا عكا، المماليك ما حصنوش مصر. استبسال أهلها في الدفاع عنها بقيادة أحمد باشا الجزار، وكمان عاونهم الأسطول الإنجليزي. طالما في أسطول إنجليزي تبقى خلاص الكلام خلص على كده. يبقى نابليون فشل إن هو يخش عكا.
يكلمني هنا على موقعة أبي قير البرية، ومعظم الكتب مش بتذكر الموقعة دي، بس احنا بنذكرها، هي عبارة عن سطرين عشان نربط المعلومات ببعض ونعرف ان احنا يبقى تسلسل الأحداث ماشي كويس. طيب قلنا ان هو خلاص فشل انه يخش عكا. وصل بقى نابليون للقاهرة وعرف ان الأسطول العثماني، احنا قلنا في حملة برية وحملة بحرية، هو كسب الحملة البرية وقضى عليها. فكده بقى فاضل الحملة البحرية اللي هي الأسطول العثماني اللي جه لخليج أبو قير، وهنا التقى مع الجيش العثماني وبرضه اتهزم شر هزيمة. فرنسا قالت لنابليون انت كفاية كده عليك في مصر، احنا عندنا مشاكل مع النمسا ومع الدول الأوروبية من ساعة أيام الخلاف على الثورة الفرنسية لغاية دلوقتي، كان في مشاكل بين الدول الأوروبية وفرنسا. فساعتها نابليون اضطر ان هو يرجع سرا لفرنسا ومسك مكانه كليبر. كليبر كان على عكس نابليون. نابليون كان القرار بتاعه ان هو يقعد في مصر، هيعمل مستعمرة فرنسية، هيبقى خلاص مصر هي النواة بتاعة المستعمرة بتاعته. كليبر قال لك انا بشوف استحالة بقاء الحملة في مصر، قال لك الحملة دي استحالة تقعد في مصر. طيب لو جينا قلنا لكليبر ليه الحملة ما ينفعش تقعد، قال لك بص، عندي تناقص في عدد الجنود بتوع الحملة، الجنود اللي معايا من الثورات ومن الحروب بدأوا يقلوا. دولة عثمانية عمالة ترسل لي حملات لمصر ضد الحملة، مماليك وجددوا لي المقاومة بتاعتهم، مصريين وعاملين ثورات عليا، يبقى كل الأطراف ضدي، وكل الإشارات بتقول إن أنا ما اقعدش في مصر وأكمل بالحملة الفرنسية بتاعتي. طيب كليبر لما لقى الوضع بالشكل ده عمل ايه؟ عمل حاجة اسمها معاهدة العريش 1800. كليبر قال لهم احنا هناخد الحملة بتاعتنا ونطلع من مصر ونمشي ونسيب لكم البلد، بس بشرط هنطلع على نفقة الدولة العثمانية، يعني على سفن الدولة العثمانية. ليه؟ عشان الأسطول الفرنسي غرق واتحطم في موقعة أبي قير البحرية، يبقى أنا هطلع ازاي بالجنود بتوعي؟ هنا جه انجلترا وراحت واقفه لهم في الموضوع، قالت لا، الحمله الفرنسيه ما تطلعش بجنودها وبالسلاح بتاعها، يطلعوا كأسرى حرب عشان يذلوهم، يطلعوا ناخد منهم السلاح ويطلعوا من البلد مطرودين. هنا كليبر اتضايق جدا ورفض الموضوع ده تماما، وهاجم القوات العثمانيه وطرح طاردها للشام. في كل اللي بيحصل دوت المصريين قال لك دي انسب فرصه ان انا اعمل ثوره، الحمله بتعاني من كل الجوانب، وراحوا مهاجمين المعسكرات الفرنسيه. لكن كليبر والحمله بتاعته كالعاده اخمدوا الثوره بالقوه والعنف في الوجه البحري، واثناء الكلام دوت قدر الفرنسيين ان هم يتفقوا مع مراد بك ان هو يحكم الصعيد، وقبل كده رفض ان هو يحكم الصعيد ايام نابليون. لكن ايام كليبر نجح ان هو يمسك مراد بك حكم الصعيد، ويبقى كده نجح كليبر فيما فشل فيه نابليون. يجي هنا واحد اسمه سليمان الحلبي، وده شاب سوري الاصل وكان واحد من طلاب الازهر، راح قتل لنا كليبر 1800 وريحنا منه. قيادة الحملة بعديها اتنقلت لمينو. مينو بالظبط كان نفس الفكر بتاع نابليون، من أنصار بقاء الحملة الفرنسية في مصر ونعمل مستعمرة، بس قال لك مصر عايزة شوية تظبيطات كده، يعني خطة إصلاحية في كل المجالات، زراعة، صناعة، تجارة، صحة، قضاء، عشان تبقى مستعمرة فرنسية تليق بالفرنسيين. هو ملحقش قال الكلمتين دول والحملة خرجت من مصر. خرجت من مصر ليه الحملة؟ لأن إنجلترا قررت إن هي ترسل أسطول تاني جديد لأبي قير. انضم ليه الأسطول دوت الجيش العثماني وبعض زعماء المماليك، وخدوا بعضهم كده وراحوا داخلين القاهرة على الفرنسيين.
الفرنسيين هنا ما قدروش ان هم يقاوموا اكتر من كده واستسلموا وخرجوا من مصر في سبتمبر 1801. الدرس الثالث بيكلمني على اثر الوجود الفرنسي في مصر. يعني خلاص كده الحمله مشيت من مصر، لكن ال3 سنين اللي هي كانت قاعداهم هي عملت ايه، او ايه الاجراءات اللي اتخذتها، كانوا عايشين ازاي، او هم كانوا عايزين يبنوا ايه في مصر. هيقول لي ان الحمله الفرنسيه ما كانتش مجرد حمله زي بقيه الحملات وحمله عسكريه وجاي احتل وخلاص واخد وانهب ثروات. ليه؟ او يجي هنا يقول لي دلل او ايد صحه العباره تاريخيا ان هي ما كانتش حمله عسكريه تقليديه. ليه؟ لان نابليون وهو جاي جاب معاه مجموعه من العلماء في مختلف المجالات، علماء في كل حاجه، حتى ان هو كان معاه فنانين ومصورين ورسامين كل الانواع. طيب نابليون نظم امور الحكم والاداره زي ما حصل في فرنسا بعد الثوره الفرنسيه. يعني ايه؟ يعني نقل الحكم للطبقه الوسطى. الطبقه الوسطى دول اللي هم مين؟ اللي هم العلماء والاعيان في مصر، زي ما حصل في فرنسا بعد الثوره الفرنسيه لغينا الحكم الملكي وجبنا حكم الجمهوري وعملنا حكومه الاداره. نفس الكلام عايز يطبقه هنا على مصر، نقل السلطة للأعيان والعلماء في مصر. والحملة كان ليها آثار كتير قوي، سواء سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أو حتى فكرية وعلمية زي ما هنشوف دلوقتي. بالنسبة للآثار السياسية، قلنا إن نابليون عمل نفس الفكرة اللي حصلت بعد الثورة الفرنسية، حكومة ونقلنا السلطة للطبقة الوسطى اللي هي الأعيان والعلماء. طيب أشركهم في الدواوين اللي هو هيعملها. طيب ليه هو نقل السلطة للطبقة الوسطى وأشركهم في الدواوين اللي هو أنشأها في مصر؟ ليه؟ بما تفسر. هل عشان هو بيحب المصريين وعايز فعلا ان هم يحكموا نفسهم بنفسهم وجاي يدربهم ويعلمهم؟ لا طبعا، نابليون عمل كده واختار العلماء والأعيان علشان دول أكتر طبقة مختلطة بالشعب، أكتر طبقة بتتعامل مع الشعب وليها مكانة مرموقة وليها كمان كلمة مسموعة للشعب والسلطان العثماني. يعني الشعب بيسمع لها والسلطان العثماني بيسمع لها. عند الديوان العام ده كان برئاسة واحد اسمه الشيخ عبد الله الشرقاوي. طيب ايه الهدف بقى؟ الهدف من الديوان العام المركزي نابليون عمله ليه؟ قال لك عشان يدرب الأعيان المصريين على نظام مجالس الشورى، لأن المصريين أصلا عمرهم ما كانوا بيشتركوا في الحكم، يعني لا يعرفوا شورى ولا انتخابات ولا الكلام ده. هو كان بيدربهم على نظام مجالس الشورى اللي هي ناخد الآراء ونشوف إيه الأصلح ونعمله، من حيث إيه الاستشارة وتلقي الآراء فيما يعود على الأهالي بالنفع، سواء بقى مجالات القضاء، المواريث، الملكية العقارية، أو حتى الضرائب. يجي لي هنا سؤال بيقول لي حاول نابليون إقرار الأمن الاجتماعي في ربوع مصر مستفيدا من إيه؟ إيه الحاجة اللي كانت بتتكلم على الأمن؟ طيب هل عندي الديوان العام، دواوين الأقاليم، مساعدة المماليك، ولا الحامية العسكرية؟ احنا قلنا إن دواوين الأقاليم كان من شغلتها إن هي بتمنع المشاحنات بين القرى. يبقى أنا عندي أهو إقرار أمن اجتماعي، أنا عندي الإجابة هتبقى دواوين الأقاليم. طيب عندي بعد كده هيكلمني على الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحملة الفرنسية. يعني هيكلمني على الأحوال الاجتماعية للمجتمع المصري كانت عاملة إزاي، يكلمني على الاقتصاد، الزراعة والتجارة والصناعة زي ما شفناهم في الحكم العثماني، هنشوفها هنا تحت ظل الحملة الفرنسية. عندي على عكس الحكم العثماني الزراعة انتعشت ونهضت في مصر في وقت الحملة الفرنسية. ليه؟ لأن الحملة الفرنسية لما جت اهتمت باللي ما اهتمش بيه الحكم العثماني. يعني بتدرس الحملة مجرى النيل وبتفحص القنوات وبتشوف الجسور اتقاء للفيضانات،
انا عندي في اهتمام، في ماشي على مبدأ علمي، على اساس علمي، بدرس الاول واشوف ايه الاحسن، مش بمشي كده وخلاص. قال لك تخصيص جزء من الاراضي الزراعيه العامه لايه بقى؟ لانتاج الغلات الهامه لفرنسا. ما فرنسا برضو جايه عايزه مصلحتها، خصصت جزء كده من الاراضي على جنب، قالت لك دي الغلات اللي بتهم فرنسا. زي ايه؟ زي البن، زي قصب السكر. طب قال لك طب ليه هم ما زرعوهاش هناك في اوروبا؟ قال لك اوروبا بارده، مناخ بارد جدا، وقصب السكر والبن عايز حراره عاليه، يعني ده عندي هنا في مصر ملائمه للمناخ. ايه تاني؟ عندي انشاء حديقه لنباتات هم كانوا جايبينها معاهم من فرنسا، يعني كانوا جايبين معاهم بذور خوخ، مشمش، تفاح وكمثرى، هم جايبينها معاهم من هناك، وعملوا حديقه بالانواع بتاعه الفاكهه دي. اهتموا كذلك بالمحاصيل التقليديه اللي هم جم لقوا المصريين بيزرعوها وبياكلوا منها وعايشين عليها، زي الرز والقمح والذره. يبقى انا ضفت نباتات جديده، مهتم بالمحاصيل التقليديه، بدرس مجرى النيل، بشوف القنوات، بعمل جسور عشان الفيضان. كل ده خلى الزراعه تنتعش. طيب بالنسبه للصناعه، هل الصناعه كانت على نفس النهج او على نفس النسق بتاع انتعاش الزراعه؟ قال لك الصناعه كانت منتعشه بس في عهد مينو. في انتعاش في الصناعه في عهد مينو، ليه؟ لان مينو عمل مصانع للنسيج والحداده والساعات والدباغه اللي هي صباغه الملابس وحروف الطباعه. لكن مينو عمل حاجه خلاها لا تضم عمال مصريين، يعني عمل المصانع ديت بس ما حطش فيها عمال مصريين، حط فيها عمال فرنسيين. طيب دوت ليه؟ قال لك عشان لا تتسرب اسرار الصناعه الفرنسيه للمصريين، هياخدوا مننا سر الصنعه من الاخر. يبقى مينو في النقطه دي، مينو كان عنصري. طيب عمل ايه تاني مينو؟ انشا طواحين الهواء اللي هي بتولد لي الكهرباء. اصلح دار صناعه السفن اللي هي بنسميها الترسانه. الترسانه هي دار صناعه السفن، دي اللي كان انشاها مراد بك اللي هو من المماليك. طيب بالنسبه للتجاره، كانت الدنيا ماشيه ازاي في التجاره؟ قال لك والله التجاره كانت في عهد نابليون وكليبر ركدت، يعني وقفت. طيب وقفت ليه؟ لسببين. اول حاجه حصار الاسطول الانجليزي للشواطئ المصريه، واحنا خلاص طالما عرفنا ان فيها اسطول انجليزي يبقى ما فيهاش تجاره، ده واقف لي بره على شواطئ مصر. تاني حاجه ان كان في جيش عثماني في سوريا، فكده هي متقفله من كل ناحيه. طيب نابليون عمل حاجه اسمها سياسه التفاهم مع شريف مكه بالنسبه للتجاره. يعني نابليون كان اول واحد بيتفاهم مع شريف مكه في موضوع التجاره، يبقى في تجاره ومنتجات رايحه ومنتجات جايه. كمل بعديه مينو، يعني نابليون هو اول واحد اتكلم في الموضوع ده، كمل على الموضوع ده مينو، ان هو يحيي التجاره. ازاي؟ يفتح اسواق لمصر في بلاد البحر الاحمر، فصارت المراكب بين جده وينبع والسويس محمله بالانسجه القطنيه والشيلان الصوفيه والحرير والبن، في تجاره بيننا وبين بلاد البحر الاحمر، مراكب رايحه ومراكب جايه بمنتجات. طيب البرنامج بقى بتاع مينو، الاصلاحات بتاعته كان بيتضمن ايه؟ قال لك هنعمل علاقات مع سينار، دارفور بالسودان، الحبشه وبعض بلاد شمال افريقيا، بنعمل علاقات مع الدول المجاوره. طيب حلو جدا. السؤال بيقول لك طرح مينو عدم الاعتماد على عمال مصريين في الصناعه. احنا عرفنا ان هو في المصانع كانش عايز يحط مصريين، فرنسيين بس، وعرفنا السبب ليه. طيب هو اقترح الاقتراح ده بسبب ايه؟ هل لعدم رغبه المصريين في معرفه الصناعه الفرنسيه وما عندهمش رغبه ان هم يتعرفوا عليها او يتعلموها؟ رغبته في استمرار التفوق الحضاري لفرنسا؟
ارتباط الصناعة بالمعدات العسكرية ولا حاجته للمصريين في النشاط الزراعي؟ لا، احنا خدنا ودرسنا في المصانع ان هو ما كانش عايز يحط عمال مصريين حتى لا تتسرب اسرار الصناعه ليهم. انا عندي اهو رغبته في استمرار التفوق الحضاري لفرنسا. طيب ده ايه علاقته؟ لان هو لما سر الصناعه يفضل بين الفرنسيين وما ينتقلش للمصريين، يبقى هتفضل فرنسا هي المتقدمه وهي المتطوره. عندي لو جينا شفنا مجال الصحه العامه، في نقطتين بساط جدا جدا. انشأوا المحاجر في القاهره والاسكندريه ودمياط ورشيد. المحاجر دي اللي هي اماكن العزل اللي بنعزل فيها المرضى لو في وباء زي كورونا مثلا، بنعزل فيه المرضى علشان انتقال العدوى. طيب عملوا مستشفى برضو عسكري. لو جينا انتقلنا لمجال القضاء ايام الحملة الفرنسية، عندي القضاء ايام نابليون وعندي القضاء ايام مين؟ نشوف ايام نابليون. قال لك ان هو غير في نظام القضاء الشرعي اللي كان موجود لما نابليون جه يمسك، اللي كان موجود ايام الحكم العثماني لما جه نابليون بالحمله الفرنسيه على مصر. هو عمل تغيير جذري في الموضوع ده بعد عودته من حمله عكا. لكن طبعا حمله عكا اللي هو فشل ان هو يخشها. طيب هو عمل ايه او ايه التغيير دوت؟ قال لك جعل العلماء المصريون يتولون القضاء بطريقه الانتخاب بدلا من القضاة الاتراك. يعني هو كان بيحصل ايه؟ القضاة الاتراك بيتحطوا من غير ما نختارهم ولا ننتخبهم، هم دول اللي موجودين والشعب المصري يرضى بيهم. هو خلى في انتخاب والمصريين هم اللي يختاروا القضاة بتوعهم ومن بلدهم اللي هم مصريين. هو عمل كده طبعا انتقام للدولة العثمانية لما فشل ان هو يخش عك. تمام. تاني حاجة، حدد رسوم التقاضي بنسبة 2% من قيمة المتنازع عليه، ودي كانت متروكة للأهواء، كل واحد يقدرها زي ما هو بيفكر. يعني أنا عندي لو هما بيتنازعوا على حاجة قيمتها 100 جنيه، النسبة بتاعة القاضي أو اللي هي أتعاب القضاء هياخد 2 جنيه. فهي النسبة ديت ما كانتش متثبتة قبل كده. نيجي عندي هنا هو للقضاء في عهد مين وعمل حاجة مخالفة للشريعة الإسلامية، إن هو لغى مبدأ الدية اللي هي دية القتيل اللي بيدوها أهل القاتل لأهل القتيل، وترك الموضوع دوت لأحكام القضاء، هم يقرروا بقى يحكموا عليه بإيه. وقرر إن هو يعمل محكمة لكل طائفة من الطوائف الموجودة في مصر. يعني عندي مثلا القبط اللي هم المسيحيين، شوام، الروم، اليهود، كل طائفة من دول ليها محكمة. يعني لما تحصل بينهم منازعات يرجعوا للمحكمة بتاعتهم. طيب يجي لي هنا السؤال بيقول لي ارتبطت الإصلاحات الجذرية لنابليون في مجال القضاء المصري اللي احنا لسه قايلينها ارتبطت بإيه؟ هل تدريب زعماء المصريين على مبدأ الشورى؟ نشر العدل والأمان في مصر؟ تبعات التحالف العثماني الإنجليزي الروسي؟ ولا نشر مبادئ الثورة الفرنسية؟ احنا قلنا الإصلاحات الجذرية دي كانت بعد عودته من حملة عكا، وإن هو كان نكاية في الدولة العثمانية. طب أنا هنا عندي مفيش حملة عكا أو حملته على الشام. أقول لك قدامي هنا تبعات التحالف العثماني الروسي الإنجليزي. لو نفتكر لما التحالف دوت اتعمل حصل فيه حملتين اللي هي برية وبحرية، وبعدها طلعت حملة نابليون على الشام، وبعد كده وصل عكا واتضايق ان هو ما دخلهاش وراح عامل التغيير الجذري والإصلاحات الجذرية في مجال القضاء. عشان نفهم السؤال جاي ازاي، لان الأسئلة مش بتجيلي مباشرة، انا لازم احلل السؤال واعرف هو طالب مني ايه. نيجي ليه اهم حاجة في الدرس دوت والفصل كله، الآثار الفكرية والعلمية من أهم النقاط اللي بتركز عليها. قلنا إن
الحملة، ما كانتش مجرد حملة عسكرية للغزو والاحتلال. ودي أبرز مؤثرات الحملة الفرنسية اللي هي الآثار الفكرية والعلمية، لأن قلنا جه مجموعة مع من العلماء الفرنسيين، قلنا النابغين في مختلف فروع العلوم، لدرجة إن جه فنانين، مصورين، رسامين، حتى موسيقيين ونحاتين، بلغ عددهم 146 فرد. طيب، من أهم بقى الآثار الفكرية والعلمية للحملة الفرنسية حاجتين مهمين قوي. أول حاجة عندي المجمع العلمي والإنجازات اللي عملها. تاني حاجة الأعمال الكبرى للحملة الفرنسية. نمسك واحدة واحدة. عندي المجمع العلمي في مصر ده، نابليون أنشأه على غرار المجمع العلمي في باريس. مش احنا قلنا إن هو عايز يعمل نفس نظام الحكم ونفس نظام الحياة ونفس كل حاجة في فرنسا، عايز يطبقه هنا على مصر عشان يعملها مستعمرة فرنسية. فالمجمع العلمي اللي كان في باريس اللي نابليون كان بنفسه عضو فيه، هو عمل زيه بالظبط مجمع علمي مصري. طيب، مهامه ايه او هدفه؟ عمله اصلا نابليون ليه؟ قال لك عشان نتقدم ونرتقي بالعلوم والمعارف في مصر، عايزين نرفع سقف العلوم والمعارف في مصر، ندرس المسائل الطبيعية والصناعية والتاريخية وننشرها. عند المسائل الطبيعية زي ما هنشوف بعد كده اللي هي دراسة قناة السويس. كل حاجة عند الحملة بتدرس بسبب علمي، وبيمشوا على خطوات علمية وخطوات مدروسة. طيب، ثالث حاجة إبداء الرأي العلمي للحكومة. أنا دلوقتي الحكومة لما تيجي تاخد قرار، المجمع العلمي يقول لها أنا عندي قرار علمي في الموضوع الفلاني من وجهة نظري كذا كذا كذا. أنا بدي الرأي العلمي للحكومة في المسائل اللي بتستشيروا فيها. الحكومة بتستشير المجمع العلمي، يعني أنا من الآخر ربطت العلم بالسياسة، ربط العلم بالسياسة. طيب، احنا كده عرفنا الهدف بتاعه ونابليون ليه عمل. طيب، ايه بقى إنجازاته؟ عمل لنا ايه المجمع العلمي؟ قال لك أول حاجة عملنا طبعة عربية وواحدة تانية فرنسية. أنا عندي دلوقتي البلد فيها فرنسيين بيقروا باللغة الفرنسية والمصريين بيقروا باللغة العربية. عملنا جريدتين فرنسيتين، واحدة سياسية والتانية علمية اقتصادية، عشان طبعا الفرنسيين اللي قاعدين في مصر. مينو كمان عمل جريدة باللغة العربية، لكن ما عملش الجريدة باللغة العربية حبا في أهل البلد، ده هو عملها عشان ينشر من خلالها الأوامر والقرارات اللي بتقولها الحكومة، يوصل لهم احنا عايزين منكم ايه وعايزين نعمل ايه. ومش بس كده، ده بيحذر الناس ان هم يسمعوا لأي حد معادي لفرنسا. يعني هو قاعد في بلدهم ومحتلها، وكمان بيقول لهم ما تسمعوش كلام الناس اللي بتقول ان احنا وحشين وان احنا محتلين وان احنا كذا وكذا. تمام؟ الحته دي بتاعت جريده باللغه العربيه ده بيسمى اسلوب حرب نفسيه، ان هو يعمل لهم جريده باللغه بتاعتهم عشان ينشر من خلالها الاوامر ويحذرهم ان هم يسمعوا اي حد. ده بتجيلي في الاخطر على صيغه انها حرب نفسيه. ننتقل بعد كده للاعمال الكبرى للحمله في مصر. الأعمال الكبرى، أول ما تيجي قدامك كلمة الأعمال الكبرى افتكر 3 حاجات رئيسية مهمة أوي. أول حاجة محاولة شق قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، اللي هو يقصد بيها يعني قناة السويس فيما بعد، بس عشان كان في خطأ في الحسابات بتاعة مستوى البحرين فشلت وما تمتش على خير. لكن في الفصل الثاني إن شاء الله هنشوف إزاي عملوا قناة السويس. تاني حاجة من الأعمال الكبرى، ألفوا كتاب اسمه وصف مصر، وده بيعتبر أول موسوعة عن مصر. كتاب بيحكي لنا مصريين عايشين إزاي لما جت الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية شافت عادات وتقاليد المصريين، بيعملوا إيه، بياكلوا إيه، بيسووا إيه. كتاب بيوصف مصر. العثور على حجر الرشيد. حجر الرشيد دوت قدر العالم شامبليون الفرنسي إن هو يفك رموزه، مكتوب عليه بالكتابة المصرية القديمة وبالرموز القديمة، فقدر إن هو يفك الرموز ديت
ويقرأ الكتابة المصرية القديمة اللي على الحجر، ومنها قدر إن هو يتعرف على تاريخ مصر القديم. طيب من الكلام دوت أعرف إن الحملة الفرنسية بغض النظر إنها حملة عسكرية إلا إنها كانت صدمة حضارية وثقافية للمصريين، شافوا عالم تاني وشافوا عادات وتقاليد تانية غير اللي موجودة في مصر. زي فكرة الدواوين. فكرة الدواوين نبهت المصريين لفكرة المشاركة في الحكم، على عكس الحكم العثماني اللي ما كانش بياخد رأيهم في أي حاجة، ولا المصريين بيشاركوا في أي حاجة في الحكم، بدلا من الحكم المطلق المستبد اللي هو معناه إن الوالي هو السلطان اللي بيحطه، هو ده اللي عندكم، هو ده اللي ترضوا بيه، مفيش اختيارات، مفيش أي انتخابات ولا نقاش في أي قرار بيقوله السلطان العثماني. عند المجمع العلمي بكل الإنجازات اللي عملها، كان نافذة أطل منها المصريون على ما يدور في أوروبا من تقدم في العلوم والأفكار السياسية والاقتصادية. عالم تاني وحضارات تانية، ناس عايشة معانا على نفس الكوكب لكن متقدمة ومتحضرة عننا بكتير. طيب عندي هنا برضو الحياة الاجتماعية للفرنسيين. لما الحملة الفرنسية جات لمصر شفت الجنود بيتعاملوا ازاي، وعرفنا ان عندهم عادات وتقاليد غير المجتمع الشرقي. يعني الحياة الاجتماعية للفرنسيين نبهت أذهان المصريين إن في أنماط من الحياة والعلاقات في أوروبا مختلفة تماما عن مجتمعنا الشرقي، لدرجة إن في ناس اتجهت لتحاكي النوع ده من الحياة اللي هي بنسميها الموضة. عايزين نلبس زي الفرنسيين، عايزين ناكل زيهم، عايزين نشرب زيهم، بنحكيهم، بنبقى عايزين نعمل زيهم. عندي هنا سؤال بيقول: ظهر استخدام المعلومات لمتخذي القرار لأول مرة أثناء الحملة الفرنسية من خلال إيه؟ طيب أنا عندي هنا هوت استخدام المعلومات. المعلومات دي يعني علم، تمام؟ المعلومات دي إيه؟ علم. طيب متخذي القرار اللي هم أهل السلطة أو اللي هي الحكومة. طيب يعني من الآخر علم والحكومة، يبقى أنا بربط السياسة بالعلم. يبقى أنا هنا هختار إيه؟ إنشاء المحاكم الطائفية، قراءة الكتابة المصرية القديمة، المجمع العلمي، ولا إصدار الصحف الفرنسية؟ بعد الشرح اللي احنا قلناه للسؤال يبقى أنا أكيد هختار المجمع العلمي. طيب سؤال تاني بيقول لي: أحدثت الحملة الفرنسية في مصر تغيرات جذرية في المجتمع المصري، وده نتيجة لإيه؟ هل الإنجازات العلمية لعلماء الحملة، المشاركة في دواوين الحكم للحملة، مشاركة المصريين في المجمع العلمي، ولا الاطلاع على تقاليد الحياة الأوروبية؟ عندي هنا هقول دال اللي هي الاطلاع على تقاليد الحياة الأوروبية، لأن تطلعت ليها أذهان المصريين وبدأوا إن هم خلاص يحاكوا الغرب. لغاية هنا نكون خلصنا الفصل الأول. أتمنى تذاكروا زي ما شرحناه، وإن شاء الله يكون سهل وميسر عليكم. عندي في نهاية الملزمة بيكون موجود أهم الشخصيات وجدول لأهم التواريخ وجدول لأهم المفاهيم، وفي آخر الملزمة في مقولة صغيرة كده بتقولك: أول الغيث قطرة ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.